السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ناجتس بقى بطريقة حلوة جدا جدا وموفرة، وهطلع مني كمية وفيرة جدا جدا جدا، وحاجة سهلة وجميلة. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما ننساش الاشتراك ونعمل لايك للفيديو ونصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بسم الله كده ونشوف عملنا الناجتس التحفة ده ازاي. دلوقتي هنجيب اول حاجة عيش فينو، كايزر، عيش، اي حاجه. وهناخد اللبابه بتاعته اللي جوه، يعني دول عشان كايزر صغير انا جبت 4، لو هو فينو كبير هتاخدي منه رغيفين فينو بس. فهطلع اللبابه زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهحطها في الطبق. يعني دي بتدي طعم حلو قوي قوي في الناجتس، بتخليه الصراحه متماسك وجميل. فانا دلوقتي طلعت اللبابه زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهحطها بقى في الطبق. وهجيب هجيب بقى سقسقة مية كده، يعني بصوا انا حطيته. هجيب بقى بالمعلقة الصغيرة كده، هسقسقها بالمية كده، وهسيبها شوية لحد ما كلها تطرى وتتساب شوية كده، لحد ما اعمل الخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها اللي انا جبت نص كيلو من صدور البانيه وحطيتهم في الكبة وهفرمهم. ما تنسونيش بقى واحنا بنتفرج مع بعض كده في الاشتراك واللايك. بصوا بقى، احنا فرمنا دلوقتي اللبابة بتاعت العيش. حطينا اللبابة بتاعت العيش على اللحم، على الفراخ اللي هي صدور البانيه، وهضربهم تاني في الكبة مع بعض هما الاتنين لحد ما يتجانسوا مع بعض. ادي شكله النهائي. دلوقتي بقى هجيب البطاطس بتاعتي المسلوقة. ده بمعدل كيلو بطاطس. الكيلو بطاطس بقى سلقته، هرسته كده بالهراسة، وحطيت بقى عليهم التوابل التحفة اللي بتخلي النجس ده تحفة. توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كاري، ملح، فلفل. حطيت كل التوابل مع بعض دي وقلبتها مع البطاطس، وهضيف البطاطس بقى على صدور البانيه المفرومة وعلى اللبابة بتاعت العيش. وهخلط كل المكون اللي انتوا شايفينه كل ده مع بعضه. هيطلع لي بقى كمية نجس وفيرة جدا 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 جدا. ممكن بصي يعني تعملي كمية لأولادك، حجم صغير حجم كبير زي ما انت عايزة، كمية وفيرة قوي 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 ومغذية ونضيفة وحاجة تحفة. دلوقتي انا خلصتها زي ما انتوا شايفين كده، فرمت كل المكون بتاعي كله مع بعضه، خلطته كله مع بعضه. جبت البولة بتاعتي وحطيته بقى الخليط كله فيه، وجبت غطا البطرمان اكني بقى انا هعملهم دواير مدورة زي البرجر كده، عشان انا كنت هعمله لهم في سندوتشات كايزر. انت عايزه تعمليه صغير اعمليه، عايزه تعمليه مدور بيضاوي، اي شكل انت حابه تعمليه اعمليه. بس انا عملت الشكل اللي هو اللي في البطرمان ده، اداني مساحه حلوه وحجمه كبير ما شاء الله. وعملت يعني حجم كبير اللي انتوا شايفين معايا ده، كمية وفيرة جدا 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 جدا. بس يا جماعة اهم حاجة تسيبوه بس يرتاح شوية. بعد ما تخلصيه وتلفيه في الكبة سيبيه 10 دقايق كده، وبعد كده حاولي بقى تعملي الحركة اللي انا بعملها دي. بتجيبي كيس وغطا بطرمان او اي حاجه، وتروحي انتي ضغطه كده وعامله الكميه بتاعتك زي ما انتوا شايفين. والله العظيم الكميه دي وفيره جدا جدا جدا، وطعمه رائع رائع، وحاجه حلوه ومغذيه لاولادك. وانا يعني انا اتصدمت لما رحت عشان اجيب ناجس لقيت الكيلو معدي ال 180 جنيه. طب وليه؟ وكيلو مش حلو اصلا. يعني قلت والله اللي عاملاه بقى في البيت بطريقه كده حلوه ومغذيه للاولاد كلهم. دلوقتي انا خلصت الكميه بقى. اول بقى دور كده عملته زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، بتاع 12 قطعة. وبعد كده هحط بقى طبقة من الكيس، افرد بقى كيس، وهعمل عليها طبقة تانية من فوقيها. وهخلص بقى الكمية بتاعتي الوفيرة ديت. وما تنسونيش في اللايك والشير و... وسبسكرايب للقناة والمشاهدة الكاملة مع اللايك، عشان والله العظيم كله هيستفاد من الفيديو ده، لان الفيديو ده مغذي جدا 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 وكله هيستفاد منه. دلوقتي انا خلصت كل الكمية بتاعتي، والله كمية وفيرة جدا جدا جدا، وحاجة الصراحة حلوة قوي. دلوقتي بقى انا خلصتهم وسبتهم برضو شوية معايا تشد كده. وبعد كده هجيب البيض والبقسماط والدقيق وهتبلهم وهشيلهم بقى متبلين على القلي على طول. انا جبت الدقيق وبهارته، حطيت فيه توم باودر وبصل باودر، وحطيت فيه ملح وفلفل وكاري وكله. وبعد كده حطيت في البيض وربيت بيضتين. وبعد كده هحطه بقى في الكريسبي.
اي نوع كريسبي بتجيبيه ده رخيص جدا من عند العطار. انا بقول لكم بوصف لكم بقى اللي هو رخيص جدا جدا جدا، وممكن تجيبيه حاجه بسيطه جدا، والله العظيم هتفرحي اولادك، والحاجه دي هتبقى مشرفه جدا، وممكن تعمليها في اي مناسبه، اي حاجه هتبقى حلوه وجميله، وكمان حلوه جدا 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 للمدارس. انا خلصت الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، عماله بقى احط من الدقيق للبيض للبقسماط او الكريسبي. فالصراحه كميه وفيره، عملت معايا كميه حلوه قوي قوي قوي. ممكن تعمليها، قومي بقى تشجعي واعملي ال النجست في البيت بطريقة حلوة قوي وبطريقة بسيطة، واي حد ممكن يعمله يعني. مش لازم يكون محترف عشان يعمل كده، انتي قومي تشطري واعملي. صراحة طريقة جميلة وجربيها، هتعجبك جدا جدا جدا، ان الطريقة دي مغذية جدا وكمان مفيدة جدا جدا لأولادك. يعني حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. دلوقتي بقى ايه، انا خلصت بقى الكمية وعمالة اعمل معاكم كذا واحدة عشان تعرفي ازاي بتتعامل معايا. انا خلصت بقى الكميه خالص، وتفرجوا بقى يا جماعه الكميه اللي انا عملتها. شفتوا بقى من نص كيلو بانيه طلعنا كميه قد ايه، حاجه وفيره جدا 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 والله العظيم. يعني كميه تحفه. يعني ممكن افتح بالموضوع ده مشروع. انا دلوقتي حطيته في الفريزر وطلعته كده بقى تاني يوم. حطيته في الفريزر شوية، وبعد كده طلعته قليته. وبعد ما قليته بقى تعالى اوريكم بقى المنظر التحفة، المنظر الاخير بتاعه الجمال بقى. ده الجمال بقى، جمال يا جماعة، جمال والله، طعمه تحفة. ما تفرقهوش عن الاصلي، واطعمه احلى بكتير. انا بقول لكم بصوا مقرمش ازاي وناشف، تحفة تحفة تحفة. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمشاهدة الكاملة مع اللايك، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.